صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل. طمنيني، ايه الاخبار؟ نمتي كويس؟ نمت كويس جدا، انا كنت جعانة نوم. طب الحمد لله، انا مبسوطه ان انتي ارتحتي. ثانيه واحده، دي حسنى صاحبتي الانتيم. اي حبيبتي، ايه بتقولي ايه؟ طب خلاص هعدي عليكي دلوقتي، يلا يلا، باي باي. في لو حاجة عوزتي ولا إيه؟ حاجه، لا مفيش، لو عوزتي حاجه كلميني. باي. باي. بس بقول لك يا استاذه، رأف ده هبت منه خالص، ده دخل في شغل بقى جو امريكاني وافلام اكشن، وانا ماليش في الاكشن انا. هو بيني وبينك اللي قاله امبارح ده غريب شويه وصعب تنفيذه، انما مش مستحيل. هو ايه مش مستعين؟ انت هتهب منك انت رخرة. ولا انا اسف. انت بجد لازم يشغلوك في مصنع للطاقه السلبيه، مش مصور ابدا. مصور؟ وانا معاكي حاسس ان انا مصور؟ انا حاسس ان انا واحده واحده هتحول لمفتش كرومبو، وانا اصلا شبهه. بقول لك ايه يا حمدي، ما تقعدش تقرفني. مش عايز تكمل براحتك، انا ما غصبتكش على حاجه، بس انا بصراحه مكمله مع رأف. على فكره يا استاذه، مش هسيبك برضه في النار دي لوحدك، بس واجب عليا ان انا احذرك، احنا داخلين عش الدبابير برجلينا، والناس دي ما بترحمش. استاذه سناء جميل قالت ايه الاستاذ احمد زكي الله يرحمه؟ قلت له احنا صغيرين قوي يا سيد، وقالت له مش هحتفها كده والله. يا ابني مش بقول لك مصنع للطاقه السلبيه. بص، انا نصحتك عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربنا، لكن انا لو عليا انا مش فارق لي، انا مقطوع من الشجره ولا حد يسال عليا اصلا. يعني انت اللي شايفني متجوزه قوي وعندي ولاد؟ ما الحال من بعضه. مش هنفرح بيكي بقى، انا عايز اشيل عدل. ولا قوم اطلع بره. انا اسف انا اسف، انا ماليش اكل في المكتب ده. محمد. اهلا اهلا وسهلا يا دكتوره راجيه، اتفضلي. بس معلش يعني المره دي طولتي الغيبه علينا شويه. معلش حقك عليا، غصب عني والله، ظروف. هاي يا حبايبي. ولا يهمك، انت عارفه ان احنا ازيكم اتعودنا يا عليكي. حبايبي؟ اتفضلي. وحشتوني وحشتوني قوي قوي. بقالك كتير ما بتجيش ليه يا مامي؟ مامي؟ مامي دي حلوة قوي يا حبيبتي، حقك عليا. اوعدك ان انا مش هتاخر عنكم تاني ابدا. هاجي على طول دلوقتي، خلاص مش هتاخر علي، وانتوا كمان وحشتوني قوي قوي، مش هتاخر عنكم تاني ابدا. شوفوا جابت لكم ايه؟ يلا طلعوا الهدايا من يلا الشنط طلعوا. بقى عشان نلعب، يلا. يلا بص، تحديثك في قفص الغرام كله حسب الظروف، انا شخصيا افضل القفص حتى لو شربت قهوة سكر زيادة مش كده؟ لا، دي كانت صدفه، انا دايما اشرب سكر زياده، اصلي احب الحلو قوي قوي. بس اوعى يضرك بقى. يضرني؟ اهو انت مالكيش حق، ده الحلو موصوف لي. انت فاكر نفسك عادي؟ من جهه الحدائق الشهاده لله انا دايما افهمها وهي طايره. طب يا استاذ لما بتفهمها وهي طايرة مش تسيبني اشتغل بقى، تسمح؟ اسمح. مش دي التانية. ايوه. بجد؟ طب اعمل ايه شيري؟ ما انت عارفه من ساعه ما عملت عمليه الليزك وانا مش قادره اصلا اسوق خالص. لا يا ستي، بابا لو قلت له بعت لي عربيه هيقول لي لا اقعدي في البيت ما تتحركيش. بجد بعتي لي عربيه؟ طب يلا انا خارجه حالا اهو. عربيه لونها ايه؟ خلاص لقيتها. يلا باي باي. مساء الخير. مساء النور. يلا اتفضل اطلع. اطلع على فين حضرتك؟ على فيرست مول. فيرست مول ايه؟ انا ايه علاقتي بفيرست مول؟ مالك في ايه؟ شيري بعتلي واحد مجنون دي ولا ايه؟ شيري مين ومين حضرتك؟ انا مش فاهم اي حاجه. مين فينا اللي مجنون؟ امال قصدك انا يعني اللي مجنونه؟ لا العفو، حضرتك راكبه عربيتي الخاصه وبتطلع على المول، يبقى مين فينا اللي مجنون؟ هو مش حضرتك سواق شيري الخاص؟ هتقولي لي شيري؟ شيري مين؟ انا مش عارف مين شيري. شيري السرجاني. شيري السرجاني. شيري السرجاني؟ انا ما اعرفش مين شيري السرجاني. انت معاك المهندس ناير صادق. انا بجد متاسفه جدا. ولا يهمك، تقريبا العربيه اللي حضرتك عايزاها راكنه قدام اهي، بس يا ريت تسالي قبل ما تركبيها. بجد اسفه. ولا يهمك. متشكره.
بجد مش عارفه اقول لك ايه. شكرا على واجب، دي حاجه بسيطه. لا بجد ميرسي. ده انا اللي ميرسي جدا. انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمي. مريهان. مريهان عز. مريهان عز، اسمك حلو جميل، تحس انه اسمه موسيقي. ميرسي. مريهان عز. بص هي عن اذنك. انا عايز حد. مريهان، وانا ممكن اشوفك تاني؟ مساء الفل. يا مساء الخير. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. انتي عامله ايه؟ تمام جدا. انا طبخت النهارده على فكره. طبختي بجد؟ ايوه. ليه يا حبيبتي تعبتي نفسك كده؟ يعني قلت مش لازم بقى دليفري كل يوم. طيب المهم طمنيني، في اي اعراض؟ حاسه بشويه مغص كده ومش عارفه ايه سببه. لا لو جت على المغص ده شيء طبيعي جدا، المهم مفيش حاجه تانية. مش عارفه ليه من امبارح نيات جايه على بالي قوي، حتى حلمت بيه، بس حلم كان وحش قوي. ومن ساعه ما صحيت وانا عماله افكر في كل حاجه كانت ما بينا، بس قلبي مقبوض. لو وحشك وقلقانه عليه اتصلي بيه في الشركه اللي بيشتغل فيها. لا لا لا، مش هعمل كده. ليه؟ خايفه يعملني وحش، وبقطعت اخر خيط بيني وبينه. خيط ايه بس؟ انتي حامل منه، وبعدين انا شايفه ان هو من حقه يعرف ان هو يبقى اب وانك حامل. مش هما يبقى اب الاول؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا خايفه اتنيل على عيني تاني والبيبي يحصل له حاجه. ليه بس كده يا بنتي؟ بعد الشر ليه التشاؤم ده؟ ما انتي حلوه وزي الفل اهو. انا كويسه بسبب حضرتك. حضرتي؟ ماشي لي بقى حضرتك دي، احنا خلاص بقينا اصحاب. بجد يا دكتوره؟ اه طبعا بجد. يعني انا بقيت صاحبتك؟ اكيد. كهرباء. مساء الخير. اهلا، مساء النور. فاتورة الكهرباء فاتت. شكرا. ادي المعاش بتاع ابوكي طار في نفس اليوم على شوية طلبات وفاتورة كهرباء. امال لو ما كنتيش متجوزة وليد كنتي عملتي ايه يا عبير؟ كان زمانك بتشحتي في الشوارع؟ بعد ما بطلت غنى في المحلات كنت هعمل ايه يعني؟ زوجة تانية زوجة تانية، بس عيش. انا طول عمري واخدة على مستوى عيشة معين ما اقدرش انزل عنه. مساء الخير. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. ده ايه ده؟ مالك؟ لونك غامق ليه في ثواني؟ مفيش. مفيش؟ هو انت هتخبي عليا ولا ايه؟ اصلي لسه قابضة المعاش ويا دوبك رجعت البيت طار. انت اللي غلطانه، مضربه لي عن الجواز. يا بنتي انت ما انتش شايفه نفسك انت حلوه قد ايه؟ واي راجل بيشوفك بيبقى عايز يتجوزك. يا ست الله الغني، مش عايزة اتجوز. بس الصراحه انت عايشه كويس. انا مش فاهمه انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ اوعي تكوني بتتاجري في المخدرات من ورايا. اه يا ستي، ده انا اكبر ديلر في المعادي. لا صحيح، انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ ما انا قايلالك،
دي الفلوس اللي فاضلالي من جوازتي الاولانيه. شفتي يا ماما؟ وائل اشترى لي كل العفش الغالي اللي اخترته عادي. ايوه يا حبيبتي، بس ساعة كتابة الفاتورة كان بيستعبط عشان يكتبها باسمه، لولا بقى ان انا احرجته وخليته يكتبها باسمك. ايوه بس ان هي كتبها وخلاص وده المطلوب. الواد ده لازم يكتب قايمة ما تخرش المية. بصراحة انا مش مرتاحة له. ولما انت مش مستريحة له، امال لما بتقابليه بتقعدي تقولي له يا وائل يا جوز بنتي يا حبيبي؟ لا، عايزة انا اكشر في وشه. الله، عايزة يكرهني وبعدين ده لمصلحتك. لا ما تقلقيش على مصلحتي، انا عارفاها كويس قوي. انا عارفه انك عارفه مصلحتك كويس، بس يا حبيبتي انت هتتجوزي في مصر وانا مش هبقى معاكي وممكن يستفرد بيكي. يا ايه؟ يستفرد بيا؟ يستفرد بيا ازاي يا ماما؟ على ماما اختك في مصر تبقى تاخد بالها منك. اختي مين اللي تاخد بالها مني؟ راجيه؟ بتزوغي مني في السوبر ماركت يا عبير وعامله نفسك مش شايفاني؟ مين دي انا؟ انت اكيد غلطانه. استعبطي. انت مش لسه كنت في السوبر ماركت دلوقتي وشايفاكي وشايفاني؟ انا فعلا كنت في السوبر ماركت بس ما خدتش بالي ان انت هناك. والله ده انا قعدت انده عليكي بصوت عالي وعملتي برضه مش سامعاني. وانا اعمل مش سامعاكي ليه؟ ما انا استغربت برضه. عموما انا اديت السوبر ماركت عنوانك هنا يجيب لي حاجتي ديليفري. هم زمانهم جايين. حضري فلوسك يا حلوه. ولا عندك مانع؟ عندي مانع ازاي؟ ده احنا حتى اخوات والجيب واحد. انا قلت كده برضه. ربنا يديم المحبه. إدريس تحت امرك عز بيه. هانم صحيت؟ مالك يا ابني في ايه؟ انت اترشيت ولا ايه؟ بقول لك الهانم صحيت. انجي هانم خرجت مع البيه الصغير من الفجر ولمت كل هدومها وما رجعتش لحد دلوقتي. روح. يا فارس، انجي هربت وخدت تامر معاها. اسمع اللي هيقوله لك كويس ونفذه، ها؟ تقب وتغطس وتجيب لي بنت الكلب دي هنا تحت رجلي، فاهم؟ ها يا دكتورة، طمنيني ايه الاخبار؟ الحمد لله حالته بتتحسن، بس لسه ما عداش مرحله الخطر. ايوه بس حضرتك بتقولي ان الحاله دلوقتي بتتحسن. ان شاء الله خير، الامل في ربنا كبير. كوردي، انت يا واد يا كوردي، انت مش سامعني ولا ايه؟ اهلا يا دكتوره. هو الواد والبنت دول هيفضلوا قاعدين هنا على طول؟ لا احنا مش هنقعد معاه، احنا هنا معاه لحد ما يهف. يهف؟ هفتك عقربه. هو في ايه؟ هو كل شويه حد يجي هنا يهزقنا ولا ايه؟ في يا دكتوره، ما تخليكي هاديه معانا شويه كده. بقول لك ايه، مالكش دعوه بهشام ابن الدكتوره مديحه، بحذرك تيجي جنبه. حضرتك ده معاه في الجامعه يعني وصاحبي. طب ما تروحلوش ولا تكلمه غير لما يكلمك، مفهوم؟ حاضر. اي خدمه تاني؟
مالك بتكلمني كده ليه يا واد؟ هو بيتكلم ازاي يعني؟ مسدول بيتكلم كويس. اسكتي يا جينا. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. كوردي لم العيال دول احسن لك. بقول لك ايه، انا هعفيك من نص الايجار عشان ظروفك يعني اللي انت فيها دي. ده كله ذوق من حضرتك يا دكتور. بس ما تكلمش هشام ولا تيجي جنبه. حاضر. مفهوم؟ حاضر. مساء الخير يا فندم. خير يا حسام. اللي توقعته لقيته يا باشا. ايه اللي انت توقعته؟ بعد ما منطقة السحر والجمال خلاص صفيناها وخلصنا منها، ظهرت بؤرة جديدة في ممر جاك. ده فين ممر جاك ده؟ في طريق السويس سعادتك. ايوه، طب ايه اللي خلاك يعني ربطت بينهم؟ ده في طريق الاسماعيلية وده في طريق السويس. يا باشا نفس البدو ونفس طريقة شغلهم، نفس كل حاجة. الحاجة الوحيدة المختلفة الرئيس بتاعهم اسمه عمار الدوج. دوج؟ الله، هي العيال دي هتلاعبنا ولا ايه؟ ما هو سعادتك طول ما احنا مش عارفين نوصل لراس الكبيرة، العيال دي هتلاعبنا ويعملوا اللي هم عايزينه، وكل ما نقفل بؤرة تطلع لنا بؤرة تانية، وكل ما نقفل التانية تطلع لنا التالتة. هنعمل ايه يا حسام؟ هم وصلوا المرعي شمال وقتلوه قبل ما نلحق نقرره. ما هو ده بقى اللي كان قاهرني، وكنت هموت ورا مرعي شمال بعد ما اتقتل. طب وانت ناوي على ايه يا حسام؟ هتاخد قوة وتطلع تصفي ممر جاك ده؟ لا 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 سعادتك، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يا باشا. انا عندي خطة دلوقتي عشان عايز امسك الراس الكبيرة، لكن العيال الصغيرة دي خلاص ما تهمنيش، عايز امسك كبيرهم. على بركة الله. الله، ده حلو قوي يا وليد. ده باين له غالي قوي. ما يغلاش عليكي يا روح الروح. ده مناسبة ايه بقى؟ بمناسبة انك في حياتي. يا سلام، ده انت النهارده عالي قوي. عالي 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 عالي. اخبار هبه ايه؟ هبه مين؟ وايه القفله دي؟ هبه؟ عمال اقول لك عالي وحب وبتاع، تقفليني القفله دي؟ بس تعرفي بقى الدكتوره كاميليا دي طلعت جدعه فعلا. ليه بقى؟ عشان ما جابتش سيره. بس مقشطاني. مش مهم، اللي تعرف ديته اقتله. انتي مستنيه حد ولا حاجه؟ لا خالص. امال ايه يعني؟ مش عارفه. مين؟ انا هبه يا عبير. اروح فين؟ انط من الشباك. انا هنط من الشباك. نط من الشباك ايه؟ انت عايز تموت نفسك؟ خش في الاوضه جوه. ايه يا عبير كل ده؟ معلش انا اسفه، كان معايا تليفون. شفتي اللي حصل؟ حصل ايه؟ في ايه؟ وليد بيه بيخوني. يا نهار اسود، وعرفت ازاي؟ البنك عامل خدمه جديده، ان كل ما تشتري بالكريدت كارد يبعت لك مسج على الموبايل. انا طبعا خليت المسج تيجي على الموبايل بتاعي. ليه؟ علشان لما اشتري بالكريدت كارد بتاعه ما يعرفش الاقي مسج جايالي من محل المجوهرات بتاع الباشا بيقول لي ان الباشا جايب خاتم ب 5000 جنيه. طب اهدي، مش جايز انتي غلطانه؟ لا، كلمت المحل واتاكدت. طب اهدي. اهدى ايه؟ اقسم بالله ده انا لو شفت دلوقتي لشقه نصين. شق ايه نصين؟ منور يا صالح. بوجود حضرتك يا باشمهندس. صالح يا باشمهندس ابن منطقتي وراجل جدع، وانا اللي مرشحه بسبب الفكره الحلوه بتاعتي، وان شاء الله يبقى معانا. طبعا احنا مش عارفين نرد جمالك ازاي، وزي ما بيقولوا يعني سماهم على وجوههم. ربنا يخليك. اخبارها وتعالي بلاغ يا عم صالح. بحطة ايدك يا حمدي. انا مش فاهم ايه الشقه اللي انت بتسال فيها على علي سماجه دي، انا مش فاهم. بلاجه، وبعدين انا قلت اوريكم يعني احنا اصحاب. قمت انت بدري امبارح. ايه الله، طب ما انت كنت امبارح عليها اهو. طيب خلاص يا باشمهندس، انا اسف. انا بس يا حمدي بس. قولي بقى يا استاذ صالح، تحت امرك. هما فعلا هيوفروك من الشركه؟ هو انا لوحدي يا استاذه؟
ده انا معايا قرطه موظفين. في ناس بتقول ان هم هيبيعوا الشركه وناس تانية بتقول ان هم هيقفلوها خالص. انت عارف ان الشركه دي تابعه ل3 شركات تانيين؟ اه طبعا، ما انا حضرتك كنت في شركه سمارت سبيس وبعد كده نقلوني الشركه دي من 3 سنين. ده انت على كده بقى ليك حبايب في سمارت سبيس كتير. ده كل حبايبي هناك. طب ما تحاول تخليهم يرجعوك تاني. حضرتك دول بيوفروهم هناك برضو. هو في ايه؟ هم فتحوا دفتر توفير وماشيين يوفروا في البني ادمين ولا ايه؟ طيب بص يا صالح، تحت امرك. ايه رايك في اللي يوفر لك شغلانه تاخد فيها ضعف مرتبك؟ معقول؟ فين الشغله دي لا مؤاخذه حضرتك؟ عندي، بس عايزك تسمعني كويس. صدقني هتكسب. اكيد هكسب. تحت امر سعادتك. ايه؟ المانجا حلوه قوي، اشرب قبل ما تسخن هتعجبك. مش انا بقى. طب طمنيني على طول. ماشي يا وليد، ماشي. مشيت. مشيت الحمد لله. ده انا دمي نشف. دمك نشف في ايه؟ انا مش قادر اخد نفسي. وبعدين بتقول لك هتشقني نصين. على فكره هبه ما بتهزرش، هي فعلا هتشقني نصين. شوفي موضوع الخلفه ده اصرفي النظر عنه خالص. هنعمل ايه؟ مش عارف. شفتي بنت لذينه؟ شفتي الحظ؟ وانا مأكد عليهم الستيتمنت بيجي لي على ايه ده، اقراه واحرقه وارميه في الزباله. مسج يروح في مسج. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ قول لي. كده مفيش غير حل واحد، هو اكيد انت عارفاه كويس. يا نيام، خربي مش قادره. نفوخ يا لهوي يا لهوي. لا 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 لا. الو، ايوه سامعني يا متر؟ ايوه لو سمحت شوف لي حل، انا مش قادره، نفوخي خلاص. ايه يا حبيبي؟ لا معلش الشبكه كانت فاصله بس. ايه؟ لا مش عارفه اذا كنت حاضر اجي النهارده ولا لا. هحاول. بقول لك ايه، اقفل دلوقتي علشان راجيه بتتصل بيا. ايوه هكلمك. سلام. ايوه يا راجل. ايه يا بنتي؟ هو لازم اقعد بالثلاث 4 ايام عشان اسمع صوتك واطمن عليكي؟ ايه؟ موقع ايه؟ هو انا كل ما اكلمك تقولي لي موقع؟ في ايه يا راجل؟ ماشي يا راجل، انا حبيت اطمن عليكي بس. المهم انك انت تبقي كويسه. حاضر ماشي يا حبيبتي. انت كويسه؟ ماشي خلاص يا قلبي. سلام يا حبيبتي، سلام. وليد. يا صباح الفل والطعام على حبيبتي. صباح والسلام. ايه ده؟ ايه الصباح ده اصلا؟ مالك فيكي ايه؟ مفيش. طيب طالما مفيش يبقى تعملي لنا فطار حلو بايدك الحلوه بقى عشان نفطر. انتي بتبصي لي كده ليه؟ وليد، انت مش مخبي عليا حاجه؟ خبي؟ انا برضو انا اقدر اخبي حاجه على بيبه حبيبتي؟ وليد ما تستعبطش. ايه في ايه مالك؟ ده واضح انه يوم لذيذ قوي قوي. وليد، في ناس شافوك وانت خارج من محل مجوهرات عند سور نادي الزمالك. بيتهيأ لهم. انا كنت خارج من النادي نفسه. وايه اللي دخلك النادي نفسه؟ بحضر التمرين طبعا، انت عارفه الزمالك في القلب. انت من امتى بتشجع الزمالك؟ لا ده انا الزمالك ده بقى كياني كله عشان تبقي عارفه. وليد، انت هتقولي الحقيقه ولا اعرفها بنفسي؟ لا الموضوع مش محتاج ده كله على فكره. حاضر يا ستي، بس شفتي جنانك بيبوظ اي مفاجاه الواحد يعملها. استني خليكي واقفه هنا، ما تتحركيش.
كل سنه وانت طيبه يا ستي. ايه ده؟ هديه عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ ده لسه قدامه شهرين. ما انا عارف، بس دلوقتي حالا انا معايا فلوس، فقلت اجيب لك الهديه واشيلها في الدولاب اخبيها لحد يوم عيد ميلادك، اجيبها لك واقول لك كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. شوفيها بقى. افتحي الكارت يلا واقريه صوت عالي. كل سنة وانت طيبة يا بيبة يا حبيبتي. قوي قوي يا بيبة يا حبيبتي قوي. اسفة، بس يعني اصلك مش معودني على الحاجات الحلوة دي. خلاص من هنا ورايح تعودي على كده. انا وصلت للفصل السابع في كيف تعيد الرومانسيه لحياتك الزوجيه. شوفي بقى لما اوصل للفصل العاشر هجيب لك ايه. الكتاب ده كام فصل؟ 6. يلا يلا يلا، عايزك تقيسي الخاتم كده عشان ايدك تنور كده والخاتم يحلو. يجنن صح. شوفي عملناهم في نفس الوقت يعني. وسع شويه. لا لا اسف. سلام طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي دايما. طيب يا صباح الفل. صباح الخير. انت عامله ايه الفطار بنفسك؟ انا قلت ادلعك شويه بقى انت والبيبي. ايه تسلم الاخبار؟ ايدك. الله يسلمك. ربنا انت عامله يخليكي. ايه؟ خلي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. نقيس الضغط بقى عشان ايه انزل العياده وانا مطمنه. يلا يا ستي. ست حسنى، ست حسنى. نعم حضرتك تعرفيني؟ رايحة فين؟ أنا مش همشي من هنا غير لما آخد فلوسي. أنا آخد روحك يا حرامية أنت وبنتك. يا بنت سيبيها هتودي نفسك في داهية. سيبيها سيبيها. الحقوني يا بس يا بس الحقوني. الحمد لله الحمد لله. الحقوني يا بس يا بس الحقوني. اللي هيقرب مني هتبعها. اللي هيقرب مني هتبعها. كويس انت كويس يا راجل؟ الحمد لله. الحمد لله كويس. الحمد لله الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله. حسنى حسنى انت كويسه؟ شفتي اللي حصل؟ شفت. الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. نسرين. ايدك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. امال فين عم عبد الحميد؟ قاعد جوه مع عمي ثابت. انت خارج ولا ايه؟ ما انت عارفه. ايوه قصدي يعني خارج دلوقتي حالا؟ لا شويه كده. اصل كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. خير؟ رائف انا بحبك وعارفه ان انت ما بتحبنيش. نسرين انا مش عايزه اسمع منك حاجه، بس انت عارف لما تبقى شايل في قلبك حاجه بقالك سنين وخايف تطلع فتفضل شايلها جواك، بس من كتر ما انت خايف تلاقيها فجأة طلعت لوحدها. عارف. نسرين انت مش محتاجه ان انا اقول لك ان انت بنت جميله ومحترمه والف حد يتمناكي، وفوق ده وده انك بنت عمي.
يعني وكل الكلام اللي ممكن يتقال في المواقف اللي زي دي. نسرين انت مش شخص عادي في حياتي، انت حد مهم جدا. يمكن لو كنت قلت لي الكلام ده في ظروف تانية أو في ملابسات تانية غير اللي احنا عايشينها، أكيد كنت هبقى أسعد واحد في الدنيا. ما كنتش أخليك أنت اللي تتضايق وتقولي. بس على العموم عن إذنك. باشا، ممكن اسالك سؤال؟ اسال. هو احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ براقب ميعاد وصف يا احمد. يا باشا بس الموضوع ده سهل قوي، يعني كنا بعتنا حد من رجالتنا. عارف مشكلتك ايه؟ انت دايما متسرع. اهدى كده، اتعلم اتعلم، ماشي؟ اتعلم. ايه رأيك بقى في محمود الفار؟ انت طلعت تعبان مش فار. ده انا بلوى مسيحة. بس انا احييكي، شابوه. انت عملت الدور ومثلتيه كويس قوي على الراجل اللي انا كنت بعته عشان يراقبه. شابوه. انا ما كنتش بمثل، انا بجد كنت خايفه ومرعوبه، كنت خايفه للسلاح يطول زي ما بيقولوا. معقولة محمود الفار يعمل معاكي كده؟ بس خلي بالك البوليس ممكن يكتشف ان البنت دي مش من الضحايا ولا منصوب عليها ولا حاجه. مش عرفك انها مش منهم. زي ما بقول لك كده، البنت دي خدت حقها مني انا شخصيا تالت ومتلت بدل الطقطقين. ويعني هي هتعمل الدور ده كده ببلاش بدون مقابل؟ يا خبر ابيض عليك، ده انت مصيبه. ده انا بلوى مسيحه بصراحه ده انت بلوتين مش بلوه واحده. شكرا يا هانم. طب قول لي كده يا متر، هي البنت يعني وافقت انها تلبس القضيه كده بسهوله؟ قضيه ايه؟ وفي قضيه تتعمل بمبرد ضوافر؟ انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، مش عارفه. ما تقوليش اي حاجه، انت عليكي بس تختفي وتسيبيني عشان ادبر اموري. انا بصراحه مش عارفه اروح اقعد فين. تقعدي فين؟ هتقعدي في قلبي يا فندم. قصدي هتقعدي في مكان آمن قدام عينيا وابقى مطمن عليك يا حلوة. ده مش شغل محترفين. ايه اللي انت بتعمله ده يا عماد؟ انت كده هتخليني اغير رأيي فيك. يا باشا انا اللي شايل الطين لوحدي، وانا اللي البوليس بيطاردني، وانا اللي سمعتي بقت في الارض. يعني انت كده بتخرج من طعنك. لا يا باشا انا ما اقدرش، انا طول عمري بتاعكم تحت امركم. امال ايه فتحة الصدر اللي انت داخل علينا بيها دي؟ اعذرني يا باشا،
انا اللي فيا مكفيني. مفيش حاجة في شغلنا اسمها اعذرني. انت بتتصرف كتير من دماغك وبتعك كتير. غلطاتك كترت قوي يا عماد. عارف يا باشا، واوعدك من هنا ورايح مش هخطي اي خطوه الا لما حضرتك تأمرني بيها وانا انفذها. يبقى تسمع اللي هقولك عليه وتنفذ. فاهم؟ فاهم يا باشا، فاهم. مين؟ أنا محمد. الحاج يا حاج، البوليس جاي ورايا. يا مري، بوليس؟ فتشوا المكان ده بسرعة. في ايه يا بيه؟ انت مش عارفة في ايه ولا بتستعبطي؟ ايه يا بيه، انا ست عايشة لوحدي وكافية خير شري. ما دام انت كافية خيرك شرك، بتخبي مجرمة عندك جوه ليه؟ مجرمة؟ مجرمة مين يا بيه؟ هنشوف دلوقتي. ما لقيناش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ راحت فين؟ ده هنا اللبس ده يا فندم. انتوا مالكم ومال اللبس ده؟ ده لبس رجاء بنتي. وهي حفيدتك هتلبس لبس غالي قوي كده؟ احنا ما احناش غلابة يا بيه، احنا عندنا ارض. ما شاء الله. وبنت بنتك دي فين بقى؟ بتدرس في الجامعة في مصر وبتاجي في الاجازات. بقول لك ايه، بلاش لف ودوران. في حد من البلد هنا بلغنا ان ريم النوري مستخبيه عندك جوه. ريم النواري مين يا بيه؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. انت شكلك بقى وليه لبط وهتتعبينا. هاتوها يا بيه، انا مظلومة مظلومة يا بيه. ياه، الواحد بيبقى راجع من الكنيسة كأنه مغسول من جواه. ايه ده؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ أول مرة أروح القداس، أول مرة أروح القداس من غير ابني يا جورج. يا سلام يا تريز، انت ست مؤمنة ولسه مصلية. احنا راجعين من الكنيسة مبسوطين وفرحانين وبركة الرب حلت علينا. نشكر الرب إن احنا كويسين وابننا كويس، بس الفرق صعب أوي يا جورج. انت مش لوحدك يا تريز، أنا كمان يا حبيبتي صعبان عليا فراقه. بس يا تريز لازم يا حبيبتي نبص للنعم اللي حوالينا. ياه، ده احنا في نعم كتير قوي قوي. كلنا لازم نشكر ربنا. انت شفت اخواتنا في اسكندريه الاسبوع اللي فات جرى لهم ايه؟ اللي راحوا يا حبايبي يصلوا في كنيسه القديسين ما رجعوش. شهداء عند الرب، قلوبنا بتتقطع عليهم. يا تريز انا مش عارف يا حبيبتي، قلوبنا هتتقطع على مين ولا مين؟ على ابننا اللي سافر وحشنا، ولا على ثابت صاحبي صاحب عمري واللي جراله؟ بس هقول لك يا حبيبتي، الحمد لله ايام وبنقضيها. شفت بقى ان انت مهموس بيه، بس كاتب في نفسك. يا حبيبتي الواحد شوية من ده على ده، شوية بيبقى ضعيف وبعدين بيرجع يقوي نفسه. بقول لك ايه، قومي بقى طلعي لنا حتتين ستيك كده وشوهم لنا. احنا خلاص
تعبنا من الصيام يا ثريس، بقالنا كتير قوي صايمين. يلا حبيبتي قوم. يلا. الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. نفسيتك كحلي ولا ايه؟ هعمل ايه؟ ما انا بنام الصبح. طب ليه كده؟ مش احنا قلنا السهر مش كويس عشان البيبي؟ مش عارفه يا دكتوره، ما بيجيليش نوم خالص. بفضل قاعده بتفرج على افلام لحد ما اروح في النوم. على فكره ده طبيعي جدا، انت مغيره مكان نومك. ثانيا ان ممكن يبقى الساعه البيولوجيه بتاعتك متلخبطه، مش عارفه تصحى امتى وتنام امتى. مش لما يكون عندي ساعه بيولوجيه الاول يا دكتوره؟ بس غريبه قوي المعلومه دي. انا فاكره ان الادويه اللي انت بتديهاني هي اللي بتسهرني قوي كده. بالعكس، المفروض انها تنيمك. خلي بالك ان جزء كبير من العلاج علاج نفسي، وده هيجي دوره بعد ما نخلص المرحله الاولانيه من العلاج. بس انا متاكده ان في حاجه تانية مضايقاكي. اول مره تعدي راس السنه عليا من غير ما يكون نايم موجود جنبي. انت عارفه يا مريهان، احنا هنا في شارع 9 كنا على طول بنحتفل. شارع 9 ده كان كله كرنفالات واحتفالات ورقص وغنى وكل اللي انت متخيلاه. وفجأة بقى ولا الهوا، ما بقيناش بنحس بأي حاجة. ما تفهميش العيب بقى فين، في الناس ولا في الضغوطات اللي بتخلي الواحد مش حاسس بأي حاجة. بس بصراحه يعني الشارع بتاعك ده مليان سسبنس. يعني مره نسمع ان المحامي اللي قدامك ده حد حاول يقتله، ومره تانية حسنى صاحبتك اللي بنتها تقريبا نصبت على مصر كلها، والمافيا حاولوا يقتلوا مامتها. يعني اكشن جامد قوي بصراحه. فعلا عندك حق، بس احنا ما كناش كده خالص. شارع 9 اللي انت شايفاه مليان محلات ودوشة وزحمة ده زمان كان شارع هادي جدا. يبقى كده بقى المشكله في المحلات؟ هو الحقيقة ان في مشكلة اكبر دلوقتي، انا مش عارفة اتصرف فيها ازاي. خير؟ شريفة اللي بتشتغل عندي بقالي كام يوم بقول لها اي حاجة عشان ما تجيش، بس انا مش عارفة دلوقتي لو جت وشافتك هعمل ايه. انت عايزاني امشي؟ بالعكس، انت فهمتيني غلط. طب الست دي انت واثقه فيها يعني؟ واثقة فيها جدا. هي المشكلة بس انها حشرية ولتاتة، وانا بصراحة مش عايزاها تعرف ان انت هنا، عشان كده مش عارفة اعمل ايه. انا اسفه قوي يا دكتوره، من ساعه ما دخلت حياتك وانا عماله اجيب لك مشاكل. لا مشكلة ولا حاجة، انا هتصرف، متقلقيش خالص. ان شاء الله. كده تمام سعادتك. كل حاجه انا عايز اعملها في خطه ممر جاك موجوده قدام سعادتك في التقرير بحذافيرها، وانا شرحت لك كل حاجه. الخطه المره دي ما تخرجش الميه. برافو عليك يا حسام. تلميذك يا باشا. فعلا انت بتفكرني بنفسي وانا في نفس سنك كده، نفس الحماس، نفس عدم السكوت عن الحق. ده شرف لينا والله يا فندم. بس للاسف يا حسام انا عندي ليك خبر مش لطيف. خير يا فندم، في ايه؟ احنا هنضطر نأجل الخطه دي شويه. ليه؟ ما كل حاجه جاهزه وماشيه زي الفل. جات لنا اوامر عليا ان احنا نوقف اي خطه ما بدأناش فيها لغايه اخر الشهر. حاجه تقلق بجد. فعلا انت جبت الوصف الدقيق للموضوع. اللي جاي مقلق. طب ممكن بعد اذنك يا فندم تشرح لي ايه اللي ممكن يحصل في البلد؟ انا مش فاهم حاجه بجد. البلد بتمر بحاجه غريبه كده، حاجه مش مفهومه. مهمه الداخليه في الفتره اللي جايه تامين جميع المنشآت الحيويه. حتى احنا يا باشا؟ حتى احنا يا حسام. هو ايه اللي هيحصل في البلد بالظبط؟ ربنا يستر. انت عارفه ان انا مامتي كانت ممثله؟ ايه ده بجد؟ ايوه، كانت بتمثل في الثمانينات. استني هوريكي صورتها. فعلا شكلها مش غريب عليا. يعني هي مش معروفه قوي، مثلت كام فيلم كده وبعدين قعدت لما اتجوزت بابا.
الله يرحمها. بس انا فاكره ان بابا كان بيعملها وحش قوي، بس هو بصراحه كان اب هايل معايا، وقعد بعد ما ماتت سنين كتير قوي مش عايز يتجوز، لحد ما قابل انجي بقى الله يحرقها. اتحول. عادي، مرات الأب الطبيعية جدا اللي بنشوفها في كل الأفلام. بس إنجي دي كانت معروفة قوي. إيه اللي يخليها تضحي بكل ده عشان تقعد مع بابا؟ ماني توكس يا دكتور. صح، عندك حق. دلوقتي ناس كتير بتعمل أي حاجة عشان فلوس. عندك حق والله. بس وبعدها بقى قابلت فارس. فارس مين؟ هو ده اللي علمني البودرة. لا احرقه هو كمان. ازاي؟ بصي في الاول انا ما كانش ليا فيها قوي، كنت بجربها على خفيف كده، لحد ما في مره هو شافني، وطبعا وقتها انا كنت خايفه جدا ان هو يروح يقول لبابا. الغريبه ان هو اللي بقى بيجيب لي بعد كده، وفي الوقت ده بابا كان رافض نير لتاني مره. بعدها قابلت فارس. ايه ده فارس؟ ده مزاج الملوك. لا ماليش في السكه دي، انت عارف. يا ستي جربي، انت هتخسري ايه؟ ده انت شطان يا اخي. يعني انا غلطان؟ انا غلطان ان انا عايز اخرجك من المود الزباله اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه، هي شده واحده هتتنقلي في حته كده بيسموها المرحله البرنسيه. يعني ايه؟ يعني هتضربي الدنيا صارمه ولا يفرق معاكي حاجه. امسكي. ربنا ينتقم مني. ومن يومها بقى يا دكتور. طب وانتي طول فترة جوازكم نير محسش بأي حاجة؟ نير سافر بعد الهانيمون على طول. خلي بالك احنا اتجوزنا سنة بس، وشوفنا بعض في السنة دي شهرين بس. هو آخر فترة كان ابتدى كده يحس ان انا فيها حاجة غريبة، كان شاكك. وانتي ما حاولتيش تتكلمي معاه؟ بقول له ايه بس؟ ده مغير ارقامه كلها، انا معرفش عنه اي حاجة. هيتكلم، صدقيني هيتكلم. انا كل الفرق معايا دلوقتي ابني، وعشان كده هيبقى عندك إرادة وهتكملي. خلاص انا النهارده سهرتك قوي ودوشتك. بالعكس خالص، انتي سليتيني. ما انتي شايفة انا بعد شغلي ما عنديش حاجة اعملها، وبقعد لوحدي هنا في البيت زي قرد قطع. طب يلا انتي كمان قومي عشان تاخدي ادويتك وتريحي. ماشي يا مامي. يلا يا شجري، يلا يا شجري، يلا. القمر راق ولا لسه؟ ممكن افهم بقى ايه المعامله الجافه دي؟ يا سلام، لعبة أنا بتحركني بالريموت. أنا طالبة الطلاق وأنت داخل لي دلوقتي ولا كأن في حاجة. حبيبتي اوكي، انتي طالبه الطلاق، تمام. تعالي بقى ننسى المشاكل دي النهارده وبكره نرجع متخانقين تاني. لا ده أنت فايق ورايق قوي. انت شايفه نفسك عليا كده ها؟ انا مفيش ست في الدنيا تقدر تقول لعز الدين نديم لا. يا أخي فوق شوية وكفاية غرور، ده أنت بقيت مقرف.
انت بتضربني يا عز؟ واديكي بالجزمه كمان لو نسيتي نفسك يا انجي. طلقني يا عز. نجوم السما اقرب لك. لك ايه شو الاخبار؟ شو صار مع ناير ولمار؟ مع الأسف الاتنين لسه في العمليات لغاية دلوقتي. ايه ما في حدا يطمنك عليهم؟ بيقول لك اي شيء؟ كل اللي أنا أقدر أقوله لك إن ربنا كريم. ادعي لهم يا ميشيل، ادعي لهم. بصراحه يا باشمهندس الاخبار مش كويسه. ليه بس؟ الموظف اللي ساكن مع حمدي ده الشركة هتوفره. وفروا؟ هترفده يعني؟ ليه؟ عمل ايه؟ ما عملش حاجه يا باشمهندس، ده راجل اشرف من الشرف. انت مالك بتدافع له قوي كده ليه؟ مش ابن منطقتي. ابن منطقتك ايه؟ مش ده بتاع علي ملاجه ده ولا علي شماجه؟ بلاجه. علي بلاجه؟ ايه الفخر اللي انت فيه ده يعني؟ عادي يعني، ممكن يكون عمل حاجه كده ولا كده. عمل ايه؟ هقول لك انا يا باشمهندس احسن ده هينقطك كل شويه بكلمه. عماد وصفي بيصفي شركاته، والشركه دي تابعه لعماد وصفي بس في الخباثه، عشان كده بقى بيوفروا الموظفين. يعني ايه؟ هو بيصفي شركاته عشان خاطر يهرب بره مصر؟ شكلها كده. انا مش فاهم الحاجات اللي بيعملها الراجل ده، تخلي الشبهات تزيد عليه في محاولة قتل ابويا. او جايز عنده بلاوي تانية كتير وعايز يهرب منها، او اتطلب منه انه يسيب البلد من الناس اللي عاملينه برافان. برافو، برافو عليك يا روان. صراحة انا معجب بافكارك قوي. ميرسي. معلش يا باشمهندس، انت ما فيش ولا مره كنت معجب بطريقه تفكيري يعني. بجد انا سعيد بيكي، بحييكي على افكارك دي. متشكره جدا يا باشمهندس. انت عمرك ما حييتني على طريقه تفكير. هو مش انا اللي فكرت ان انا اجيب صاحبي ونعمل شبه؟ انا ليه مهدور حقي؟ انا ليه ما حدش حاسس بيا؟ يعني ايه حاسس بيك؟ يعني انا مش فاهم نعمل ايه يعني؟ نقعد نسقف ولا نطبل يعني؟ ما خلاص عادي، رحت جبت لنا حد من علي سماجه اللي انت جبته ده. بلاجه. بلاجه؟ ايه الفخر ده؟ خلاص يا سيدي، متشكرين لحضرتك، ومتشكرين لعلي بلاجه، ومتشكرين لكل الناس الحلوه اللي انت جبتها. ما الحاجه لما اتطلبت ما بقاش ليها طعم. انا اسف، سحبت شكري، خلصت. بقول لك ايه؟ انا عايزك تجيب لي الولد ده، عايز اقعد معاه. مش هكلم لك حد، خليه يتكلم. ولا حاضر هكلمه، حاضر. طب وده هتعمل بيه ايه ده؟ ده بقى خلاص كارت محروق. الواد ده من ساعة ما شغلناه معانا، الأفكار اللي انت بتقوليها فتح لي سكة كده عايز أجربها. يا دكتور طمنينا، ايه الأخبار؟ أنا آسفة، البقاء لله. شد لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. شبكة تجسس. هنزرع ناس في كل الشركات اللي لها علاقة بقضية البورصة عشان خاطر يغذونا بالمعلومات. ده كلام كبير قوي يا باشمهندس. انت واضح انك اليومين دول بتتفرج على افلام امريكاني ومقاطع بلوتوث. انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. شبكة التجسس دي هتفيدنا جدا، والمعلومات اللي هيجيبوها هيخلونا نعرف نفكر كويس ونتقدم خطوات بدل ما احنا عمالين نلف حوالين نفسنا. بس بجد انا متشكر على افكارك اللي بره الصندوق دي. متشكره جدا يا باشمهندس والله. افكار بره يعني انا اجيب صندوق، انا قاعد جنب افكر بره؟ انا مش فاهم حاجه. انا هعمل ايه؟ انا مش ايه اخرس خالص. يلا قوم اعمل لنا شاي. نعم. قوم اعمل لنا شاي.
انا هقوم اعمل ليمون عشان ميرسي على افكارك. لا ميرسي يا باشمهندس. آه. لا وانا مش عارف قلت لي. انا مش فاهم انت طايقاه ازاي؟ معلش يا باشمهندس، معلش معلش عشان خاطر. شوفي اي صندوق ونسيه فيه. معلش هلاقي له صندوق. بقول لك اتصرف بأي طريقة، مفيش مخلوق يعرف. أنت فاهم؟ هو غير في داهية ما عرفش راح فين. اتصرف قبل ما يرجع، يلا بسرعة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل. طمنيني، ايه الاخبار؟ نمتي كويس؟ نمت كويس جدا، انا كنت جعانة نوم. طب الحمد لله، انا مبسوطه ان انتي ارتحتي. ثانيه واحده، دي حسنى صاحبتي الانتيم. اي حبيبتي، ايه بتقولي ايه؟ طب خلاص هعدي عليكي دلوقتي. يلا يلا، باي باي. في لو عوزتي حاجه؟ لا مفيش. لو عوزتي حاجه كلميني. باي باي. بس بقول لك يا استاذه، رأف ده هبت منه خالص. ده دخل في شغل بقى جو امريكاني وافلام اكشن، وانا ماليش في الاكشن انا. هو بيني وبينك اللي قاله امبارح ده غريب شويه وصعب تنفيذه، انما مش مستحيل. هو ايه مش مستحيل؟ انت هتهب منك انت رخرة. ولا انا اسف. انت بجد لازم يشغلوك في مصنع للطاقه السلبيه، مش مصور ابدا. مصور؟ وانا معاكي حاسس ان انا مصور؟ انا حاسس ان انا واحده واحده هتحول لمفتش كرومبو، وانا اصلا شبهه. بقول لك ايه يا حمدي، ما تقعدش تقرفني. مش عايز تكمل براحتك، انا ما غصبتكش على حاجه، بس انا بصراحه مكمله مع رأف. على فكره يا استاذه، مش هسيبك برضه في النار دي لوحدك، بس واجب عليا ان انا احذرك. احنا داخلين عش الدبابير برجلينا، والناس دي ما بترحمش. استاذه سناء جميل قالت ايه لاستاذ احمد زكي الله يرحمه؟ قلت له احنا صغيرين قوي يا سيد، وقالت له وهي متشحتفه كده والله. يا ابني مش بقول لك مصنع للطاقه السلبيه. بص انا نصحتك عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربنا، لكن انا لو عليا انا مش فارق لي، انا مقطوع من شجره ولا حد يسال عليا اصلا. يعني انت اللي شايفني متجوزه قوي وعندي ولاد؟ ما الحال من بعضه. مش هنفرح بيكي بقى، انا عايز اشيل عدل. ولا قوم اطلع بره. انا اسف انا اسف، انا ماليش اكل في المكتب ده. محمد. اهلا اهلا وسهلا يا دكتوره راجية، اتفضلي. بس معلش يعني المره دي طولت الغيبه علينا شويه. معلش حقك عليا، غصب عني والله ظروف. هاي يا حبايبي. ولا يهمك، انت عارفه ان احنا ازيكم اتعودنا يا عليكي. حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني قوي قوي. بقالي كتير ما بتجيش ليه يا مامي؟ مامي؟ مامي دي حلوه قوي يا حبيبتي، حقك عليا. اوعدك ان انا مش هتاخر عنكم تاني ابدا. هاجي على طول دلوقتي، خلاص مش هتاخر علي. وانتوا كمان وحشتوني قوي قوي، مش هتاخر عنكم تاني ابدا. شوفوا جابت لكم ايه؟ يلا طلعوا الهدايا من يلا الشنط طلعوا. بقى عشان نلعب. يلا يلا. بص تحديثك في قفص الغرام كله حسب الظروف. انا شخصيا افضل القفص حتى لو شربت قهوة سكر زيادة مش كده؟ لا، دي كانت صدفه. انا دايما اشرب سكر زياده، اصلي احب الحلو قوي قوي. بس اوعى يضرك بقى. يضرني؟ اهو انت مالكيش حق، ده الحلو موصوف لي. انت فاكر نفسك عادي؟ من جهه الحدائق الشهاده لله انا دايما افهمها وهي طايره. طب يا استاذ لما بتفهمها وهي طايرة مش تسيبني اشتغل بقى؟ تسمح؟ اسمح. مش دي التانية. ايوه. بجد؟ طب اعمل ايه شيري؟ ما انت عارفه من ساعه ما عملت عمليه الليزك وانا مش قادره اصلا اسوق خالص. لا يا ستي، بابا لو قلت له ابعت لي عربيه هيقول لي لا اقعدي في البيت ما تتحركيش. بجد بعتي لي عربيه؟ طب يلا انا خارجه حالا اهو. عربيه لونها ايه؟ خلاص لقيتها. يلا باي باي. مساء الخير. مساء النور. يلا اتفضل اطلع. اطلع على فين حضرتك؟ على فيرست مول. فيرست مول ايه؟ انا ايه علاقتي بفيرست مول؟ مالك في ايه؟ شيري بعتلي واحد مجنون دي ولا ايه؟
شيري مين ومين حضرتك؟ انا مش فاهم اي حاجه. مين فينا اللي مجنون؟ امال قصدك انا يعني اللي مجنونه؟ لا العفو، حضرتك راكبه عربيتي الخاصه وبتطلع على المول، يبقى مين فينا اللي مجنون؟ هو مش حضرتك سواق شيري الخاص؟ ما تقوليش شيري. شيري مين؟ انا مش عارف مين شيري. شيري السرجاني. شيري السرجاني. شيري السرجاني، انا ما اعرفش مين شيري السرجاني. انت معاك المهندس ناير صادق. انا بجد متاسفه جدا. ولا يهمك. تقريبا العربيه اللي حضرتك عايزاها راكنه قدام اهي، بس يا ريت تسالي قبل ما تركبيها. بجد اسفه. ولا يهمك. متشكره. متشكره قوي. بجد مش عارفه اقول لك ايه. شكرا على واجب، دي حاجه بسيطه. لا بجد ميرسي. ده انا اللي ميرسي جدا. انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمك. مريهان. مريهان عز. مريهان عز، اسمك حلو جميل، تحس انه اسم موسيقي. ميرسي. مريهان عز. بص هي عن اذنك. انا عايز حد. مريهان، وانا ممكن اشوفك تاني؟ مساء الفل. يا مساء الخير. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. انتي عامله ايه؟ تمام جدا. انا طبخت النهارده على فكره. طبختي بجد؟ ايوه. ليه يا حبيبتي تعبتي نفسك كده؟ يعني قلت مش لازم بقى دليفري كل يوم. طيب المهم طمنيني، في اي اعراض؟ حاسه بشويه مغص كده مش عارفه ايه سببه. لا لو جت على المغص ده شيء طبيعي جدا، المهم مفيش حاجه تانية. مش عارفه ليه من امبارح نيات جايه على بالي قوي، حتى حلمت بيه، بس حلم كان وحش قوي، ومن ساعه ما صحيت وانا عماله افكر في كل حاجه كانت ما بينا، بس قلبي مقبوض. لو وحشك وقلقانه عليه اتصلي بيه في الشركه اللي بيشتغل فيها. لا لا لا، مش هعمل كده. ليه؟ خايفه يعملني وحش، وبقى قطعت اخر خيط بيني وبينه. خيط ايه بس؟ انتي حامل منه، وبعدين انا شايفه ان هو من حقه يعرف ان هو يبقى اب وانك حامل. مش هما يبقى اب الاول؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا خايفه اتنيل على عيني تاني والبيبي يحصل له حاجه. ليه بس كده يا بنتي؟ بعد الشر ليه التشاؤم ده؟ ما انتي حلوه وزي الفل اهو. انا كويسه بسبب حضرتك. حضرتي؟ ماشي لي بقى حضرتك دي، احنا خلاص بقينا اصحاب. بجد يا دكتوره؟ اه طبعا بجد. يعني انا بقيت صاحبتك؟ اكيد. كهرباء. مساء الخير. اهلا، مساء النور. فاتورة الكهرباء. ادي المعاش بتاع ابوكي طار في نفس اليوم على شوية طلبات وفاتورة كهرباء. امال لو ما كنتيش متجوزة وليد كنتي عملتي ايه يا عبير؟ كان زمانك بتشحتي في الشوارع؟
بعد ما بطلت غنى في المحلات كنت هعمل ايه يعني؟ زوجة تانية زوجة تانية، بس أعيش. أنا طول عمري واخدة على مستوى عيشة معين ما أقدرش أنزل عنه. مساء الخير. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. ده ايه ده؟ مالك؟ لونك غامق ليه يا فسوان؟ مفيش. مفيش؟ هو انت هتخبي عليا ولا ايه؟ أصلي لسه قابضة المعاش ويا دوبك رجعت البيت طار. انت اللي غلطانه، مضربه لي يعني الجواز. يا بنتي انت ما انتش شايفه نفسك انت حلوه قد ايه؟ واي راجل بيشوفك بيبقى عايز يتجوزك. يا ست الله الغني مش عايزة أتجوز. بس الصراحه انت عايشه كويس. انا مش فاهمه انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ اوعي تكوني بتتاجري في المخدرات من ورايا. يا ستي ده أنا أكبر ديلر في المعادي. لا صحيح، انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ ما أنا قايلالك دي الفلوس اللي فاضلالي من جوازتي الأولانية. شفتي يا ماما؟ وائل اشترى لي كل العفش الغالي اللي اخترته عادي. ايوه يا حبيبتي، بس ساعة كتابة الفاتورة كان بيستعبط عشان يكتبها باسمه، لولا بقى ان انا احرجته وخليته يكتبها باسمك. ايوه بس ان هي كتبها وخلاص وده المطلوب. الواد ده لازم يكتب قايمة ما تخرش المية. بصراحة انا مش مرتاحة له. ولما انت مش مستريحه له، امال لما بتقابليه بتقعدي تقولي له يا وائل يا جوز بنتي يا حبيبي؟ لا، عايزة انا اكشر في وشه. الله، عايزاه يكرهني وبان ده لمصلحتك. لا ما تقلقيش على مصلحتي، انا عارفاها كويس قوي. انا عارفه انك عارفه مصلحتك كويس، بس يا حبيبتي انت هتتجوزي في مصر وانا مش هبقى معاكي وممكن يستفرد بيكي. ياه يستفرد بيا؟ يستفرد بيا ازاي يا ماما؟ على ماما اختك في مصر تبقى تاخد بالها منك. اختي مين اللي تاخد بالها مني؟ راجيه؟ بتزوغي مني في السوبر ماركت يا عبير وعامله نفسك مش شايفاني؟ مين دي انا؟ انت اكيد غلطانه. استعبطي. انت مش لسه كنت في السوبر ماركت دلوقتي وشايفاكي وشايفاني؟ انا فعلا كنت في السوبر ماركت بس ما خدتش بالي ان انت هناك. والله ده انا قعدت انده عليكي بصوت عالي وعملتي برضه مش سامعاني. وانا اعمل مش سامعاكي ليه؟ ما انا استغربت برضه. عموما انا اديت السوبر ماركت عنوانك هنا يجيب لي حاجتي ديليفري. هم زمانهم جايين. حضري فلوسك يا حلوه. ولا عندك مانع؟ عندي مانع ازاي؟ ده احنا حتى اخوات والجيب واحد. انا قلت كده برضه. ربنا يديم المحبه. ألف سلام عليها يا دكتورة. انت رايحه فين؟ ما تسيبنيش. بس انا هجري حاجه. ما تخافيش انا معاكي وانت هتبقي زي الفل. خير يا دكتور طمني. هو لغاية دلوقتي كل حاجة تمام، بس مش هقدر أقول حاجة غير ما نطمن عليها. طب اتفضل يا دكتور. يا رب. اتفضل يا دكتور اتفضل. يعني اطمن يا دكتور؟ أنا عايزك تطمني خلاص، مش عايزك تقلقي. ربنا إن شاء الله يستر. بسيطة. ميرسي قوي يا دكتور تعبك العفو. معانا. اتفضل يا دكتور. حقيقي مش عارفه اشكرك ازاي. ايه ده يا سيدي الناس؟ انت ناويها سهره صباحي ولا ايه؟ مش هينفع الكلام ده، انت دكتور العلاج الطبيعي جاي لك الصبح، يعني لازم تخش تنام دلوقتي. يلا يلا طلعك. هي مش دي راجيه خارجه مع واحد بالليل دلوقتي؟ ها؟ يعني لازم اطمن عليها، يعني لو في حاجه نساعد يعني. مساء الخير. ازيك يا راجل؟ انا اسف اذا كنت اتصلت في وقت متاخر ولا حاجه. ابدا، انا لقيتك خارجه مع حد بالليل كده، فقلت لو في حاجه يعني. هو في حاجه؟
لا اصل بيلا تعبانه شويه. طيب ما كلمتيش كاميليا ليه؟ قافله تليفونها. و... والدكتور قال لك ايه؟ قال لي شويه تلبك معوي. طيب عموما ربنا يطمنك عليها. ولو في اي حاجه انا صاحي يعني سهران بيكلميني. ميرسي. بس انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ايه تحب جديد؟ لو انت الصادقه بحب قديم. رائف انا هقفل دلوقتي، لازم اروح اشوف بيل. يلا باي. الحمد لله اهو الدكتور طمنا. ازاي بس يا دكتورة؟ ده قال لي ان انا لازم اقعد في السرير 10 ايام. طب وايه المشكله؟ ما تقعدي وارتاحي خالص. على فكره البليدنج اللي حصل ده بليدنج خفيف جدا، والحقن الختيه دي حقن التثبيت، هتاخدي زيها الاسبوع اللي جاي وخلاص. انا لو ابني كان حصل له حاجه انا ما كنتش هسامح نفسي ابدا. كلامك ده بيطمني ان انت مش هترجعي تتعاطي تاني يا مريهان. طول ما انت جنبي انا مش هعمل كده. يلا ننام بقى. طب يلا تصبحي على خير. رايحه فين؟ هرجع اوضتي بقى. لا اوضتك ايه، انت هتنامي هنا، انت ما تتحركيش خالص لمده 10 ايام من فضلك. يلا نامي هنا وبيلا هتنام في وسطينا. هنام هنا ازاي بس؟ زي الناس اهو، زي ما احنا هننام دلوقتي. يلا ارتاحي. تصبحي على خير. ايوه طلع ده على صدرك كده. تصبح على خير. ايه يا عم ثابت؟ بص لي ليه كده؟ انا عارف انت عايز تقول ايه. بص يا عم ثابت، راجية دي جارتنا من زمان وبيننا 10 عمر، وهي دلوقتي لوحدها مش متجوزة، مفيش راجل جنبها. عشان كده يعني طبيعي ان انا اسأل عليها يعني ونطمن عليها. انت مش مصدقني ها؟ يعني حاول اول مرة اكذب عليك فيها، بس انا هقول لك الحقيقة، هكلمك بصراحة. انا مش عارفة انساها، حاولت بس مش عارفة انساها، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. وانا عارف اللي بيدور في دماغك واللي مزود قلقك وخوفك. هي دلوقتي مش متجوزة، وطبيعي يعني ده يولد الامل جوايا من تاني. ايه يا عم ثابت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ما انت معودني من صغري ان احنا اصحاب ولازم اقول لك كل حاجه، وانا ما بخبيش عليك حاجه. ابوس ايدك بطل تفكير فيا، ما انت طول عمرك بتفكر فيا. فكر في نفسك، فكر ازاي تخف وتقف على رجليك. وانا من اول ما حصل الموضوع ده قلت لك انت قدها وهتقف على رجليك.
بلاش نظرة الحزن والانكسار دي، مش بتاعتك. انت اقوى من كده. ابوس ايدك، ابوس ايدك، بلاش النظرة دي. صدقني انا وعدتك انك هتقف على رجليك وهتبقى احسن من الاول. وبلاش نظرة الحزن والانكسار اللي في عينيك دي، انا مش عايز اشوفها. ابوس ايدك. سيادة المستشار اقوى من كده مليون مرة. عشان خاطري ما تخذلنيش، وانا عمري ما هخذل. تصبح على خير يا سيدي الناس. تصبح على خير. اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي بس؟ هو انا ناقصه؟ يا حسنى ده اختبار من ربنا. كل اللي انت فيه ده عين وصابتك والله. اسالينا بقى عن الحسد. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ المصايب نازله ترف على دماغي. معلش كل حاجه هتتصلح ان شاء الله. عموما ما تقلقيش، انا المكتب عندي هيعمل لك كل حاجه. بالظبط كده، احسن حد هيعمل لك الحاجه مكتب رائف. لا متشكره قوي قوي. انا اتصلت بعم ريم هيجيب معاه عمال من البلد. عمال من البلد هيشتغلوا لك هنا؟ معقوله يا حسنى هتجيبي عمال من البلد يشطبوا لك بيتك؟ انا هعمل شغل على قدي، وبصراحه بقى بقيه الفلوس اللي معايا هحطها في القضيه بتاعت ريم. يا ستي مش عايز منك فلوس. عشان خاطري يخلوني على راحتي وسيبوني في حالي بقى. خلاص يا جماعه بلاش تضغطوا عليه، سيبوها على راحتها. ازاي بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حسنى؟ خلاص خلاص يا راجل، سيبيها براحتها، رغم ان انا والله ما كنت هاخد منها حاجه. انا عارفه يا رائف، كتر الف خيرك. كتر الف خيرك؟ لا ده انت النهارده رخمه قوي. عشان خاطري يا جماعه ارجوكوا حسوا بيا، والله العظيم انا اعصابي تعبانه ومش قادره. يا حبيبتي خلاص خلاص ما تزعليش، اعملي اللي يريحك. مش عارف، انا حاسس بحاجه غريبه قوي. تقصد حسنى طبعا. اه طبعا. هي بصراحه بقت بني ادمه تانية خالص بعد موضوع بنتها. وخدت جنب مننا كلنا فجاه كده. صحيح، بس هي على فكره مره فضفضت معايا وقالت لي يعني انها حاسه انه لما اي حد فينا بيجرى له اي حاجه هي بتقف جنبه، لكن لما حصلت لها المصيبه ما لقيتش حد يقف جنبها. على فكره ده مش حقيقي خالص، وبعدين هي طلبت مساعده من مين وما ساعدهاش. اهي بقى لسه مقموصه لغايه دلوقتي. بس انا بيني وبينك حاسس ان في سبب تاني. سبب تاني زي ايه؟ معرفش، يعني بصراحه انا مش داخل عليا موضوع انها مش عارفه بنتها فين. تصدق انه انا كمان، بس هقول ايه، احنا برضو مش في مكانها ومش عارفين كنا ممكن نعمل ايه. وما تنساش برضو انها بنتها الوحيده، وانت عارف حسنى يعني ام مثاليه زياده عن اللزوم. انا عن نفسي انا حذرتها، قلت لها يا حسنى ما ينفعش التربيه اللي انت بتربيها لبنتك دي، ما تقفليش عليها، نتيجه ده مش هيبقى كويس خالص. والله انا قلت لها نفس الكلام يا رائف، بس مفيش فايده. المهم سيبك بقى من حسنى، طمني على انكل عامل ايه، وانت وشغلك اخباركوا ايه؟ والله الحمد لله، عم ثابت ابتدى يتحسن شويه. طب كويس الحمد لله. اما بقى موضوع شغلي فانا بفكر ان انا اجي اشتغل عندك تمرجي. تمرجي ليه كده بعد الشر؟ بعد الشر ايه بس؟ ده انا البلاوي عماله تتحدف عليا من كل حته. هركز في شغلي، لا عارف اتابع مكتب الهندسه ولا مكتب المحاماه بتاع بابا. يلا ربنا يسترها. ربنا معاك.
انت طبعا لو احتجت اي حاجه انا مش محتاجه افكرك، الباب قصاد الباب زي ما بيقولوا. ربنا يخليكي ليا يعني ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي يعني. وانتي عامله ايه؟ ها طمنيني عليكي. انا تمام يا رائف، عايشه. يعني يا ترى عايشه؟ طبعا كلنا عايشين وقلبنا بيدق، بس يا ترى بقى قلبنا بيدق عشان نعيش ولا عشان خاطر نحب نعيش الدنيا بجد؟ على فكره احنا وصلنا البيت. على فكره احنا وصلنا بدري، على فكره ممكن نقول من هناك تاني. باي باي. باي باي. يعني انت يا باشمهندس لا عيلة ولا اهل ولا منصب ولا فلوس وجاي تتقدم لبنت عز الدين نديم؟ انا مستغرب كلام حضرتك جدا. انت محسسني اني عاطل ومش متعلم، مع اني مهندس بترول في اكبر شركه في الشرق الاوسط، مرتبي بالدولار، وان شاء الله مستقبلي هيكون كبير. طيب يا استاذ ولا يا باشمهندس، يلا هيبقى ليك مستقبل كبير. انا بنتي مهرها غالي قوي، هتقدر عليه؟ بلاش دي. هتقدر تجيب لها فيلا زي اللي هي عايشه فيها دي؟ اقول لك بلاش دي كمان. هتقدر على الاقل تجيب لها بيت يليق ببنت عز الدين نديم؟ في شاب في الدنيا دي يقدر يبدا مكان ما حضرتك ما انتهيت، واكيد وحضرتك في سني ما كنتش عايز الدين بيه نديم الملياردير. اكيد. هاي برافو عليك، كويس قوي انك عارف انت بتتكلم مع مين. اكيد طبعا عارف، بس لحد دلوقتي حضرتك لسه ما جاوبتنيش على سؤالي. هو انت متخيل ان ممكن في يوم من الايام تبقى عز الدين نديم؟ وايه المانع؟ بقول لك يا باشمهندس، احنا فاهمين بعض كويس، بلاش تلعب معايا الجيم ده. جيم ايه حضرتك؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت عارف ومتاكد كويس قوي انك طمعان فيا وفي بنتي. اللي مخلي حضرتك متاكد قوي كده اني طمعان فيك واني سيء للدرجه دي ليه؟ طب وبعدين بقى؟ هو احنا هنفضل طول الليل نتجادل كده؟ طلبك مرفوض يا باشمهندس. ده اخر كلام عند حضرتك. شرفت وانست.
بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم. عايزين فلوسنا يا نصابين يا حراميه. يا جماعه البلد فيها قانون، واللي عايز حقه ياخده بالقانون. موت يا حمار. موت يا حمار. انت عايز تاخد حقك بلطجه ولا ايه؟ هتمشي ولا اعمل لكم قضيه؟ ها؟ يلا. ده والله حرام، ده ظلم ده. يلا. ده ظلم. الف شكر يا حضره الظابط. لا يا فندم تحت امرك، ده شغلنا. شكرا ليك. يلا يا ابني. رائف، راجية. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ ابدا، دول ناس تبع قضيه ريم جايين يتهجموا على الفيلا بتاعت حسني عشان عايزين فلوسهم، بس انا كلمت حسام بعت لي هو من الاسم. نهار ابيض. طب حسني عامله ايه دلوقتي؟ الله يكون في عونها. تعالي نشوفها. بقوام كده يا باشمهندس استسلمت؟ واحده زي القمر زي بتقولك بحبك ومش قادره اعيش من غيرك. ايه بقى عايز ايه تاني اكتر من كده؟ ريهان، انا ما اتخليتش عنك ولا عمري هتخلى عنك، بس اعمل ايه؟ ابوك طردني من البيت، اهان كرامتي. انا ما بحبش حد يدوس على كرامتي. ايوه يا نير، ما احنا كنا متوقعين ان بابا مش هيوافق بسهوله كده. يرفضني لو اهين كرامتي لا. هو انا ليه حاساك واخد الموضوع على صدرك قوي كده؟ عندك حق، انا شفتك وانا ماشي كنت واقفه على السلم بتعيطي وبتتفرجي عليا. كنت بعيط عشان مش عايزه اخسرك. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا نير. وانا ما اقدرش اعيش من غير كرامتي. بس تقدر تعيش من غيري عادي؟ للاسف لا، بحبك. اعمل ايه؟ ما اقدرش اعيش من غيرك. انا كنت هموت النهارده. شفت يا رائف؟ شفت يا راجية كانوا هيموتوني. اهدي يا حسنى، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. كل حاجه ان شاء الله هتبقى تمام. انا مرعوبه يرجعوا تاني. اهدي يا حسنى، وبعدين انت لما طلبتينا كنا عندك في 5 دقايق، ما حدش يقدر يقرب لك. معلش يا رائف، سوري يعني يا حسنى ان انا هقول الكلام ده، بس الناس دي بجد اتنصب عليها، والناس دي اكيد غلابه، يعني كل اللي دفعوه في المشروع كل اللي حلتهم. ايوه بس البلد فيها قانون، مش سايبه. راجية عندها حق، ولعلمك بقى انا عذراهم ومسامحاهم. اخصى عليك يا ريم، اخصى عليك. ده احنا طول عمرنا عايشين كافيين خيرنا شرنا. طب صحيح، ريم ما حاولتش تتصل بيكي؟ ولا اعرف عنها اي حاجه، ولفيت على كل صحباتها برضه ما حدش يعرف اي حاجه. طب مش يمكن هربت مع اللي هربوا؟ لو كانت هربت كانت على الاقل كلمت مامتها. ريم شكلها خلاص بعتني يا رائف. حسنى حرام عليكي، ما تظلميش البنت، انت ما تعرفيش ظروفها ايه. انا كل اللي عايزه اعرفه بس انها بخير. ان شاء الله هتبقى بخير وكل حاجه هتبقى تمام. ربنا يطمنك عليها. معلش يا راجع، انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس كنت عايز اطلب منك طلب. عينيا يا رائف. يعني كنت عايز حد كده ممرض او ممرضه عشان خاطر يراعي والدي، عشان الظروف اللي احنا فيها دي انا بصراحه مش عارف ارعاها خالص. طبعا من عينيا، بس انا عندي شرط وبتهيألي ان انت هتقدر الشرط ده. شرط ايه؟ خير؟ اللي هيجي يقعد مع باباك لازم يبقى عارف هو مين، ولازم يبقى عارف انه اتعرض قبل كده لمحاولة اغتيال، عشان نبقى أمنا ويبقى هو كمان في الأمان. تمام. بالعكس يا مدام حسني، ده الموضوع ده هيبقى مفيد لينا في حاجات كتيرة قوي فيما بعد. ازاي بس يا استاذ فار؟ قصدي يا استاذ محمود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده واسمعي الكلام. انا بصراحه بقى مش فاهمه اي حاجه خالص. انا هفهم حضرتك كل حاجة، ركزي معايا. النهاردة بالليل بعد 11 مساء العمال هيجوا ويخشوا ويشتغلوا في سرية تامة. حضرتك ترتاحي، هتقوم الصبح تلاقي كل شيء جاهز. أما بالنسبة للموضوع التاني فركزي معايا قوي قوي.
حاضر. طيب حاضر حاضر. في ايه؟ بليدنج. طب خلاص خلاص، تعالي تعالي. البيبي شكله بيموت. لا بعد الشر، تعالي بس. تعالي هنلحق نكلم الدكتور دلوقتي. تعالي ارتاحي. تعالي ارتاحي. اقعدي على السرير. انا هكلم الدكتور دلوقتي. انا عايزك تسمعني كويس قوي يا ثابت، وتعمل اللي انا هقول لك عليه. ثابت سعيد ما بيسمعش وينفذ يا عماد بيه. ثابت سعيد هو اللي بيخطط والناس هي اللي بتنفذ.